بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أحبابي وأصحابي اللي بيتابعوني من كل مكان. معكم عمر شيتوس من برنامج الكورة مع شيتوس. يا ريت لو أنت أول مرة تتابعني ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب وفولو، وحابب الكل يشير النهارده الفيديو ده على قد ما تقدروا. شيروه لكل الناس عشان أنا حابب الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس، عشان فعلا موضوع النهارده انتشر كتير أوي الفترة اللي فاتت وبدأ ينتشر دلوقتي، بدأ ينتشر بزيادة. فعشان كده أنا حابب أتكلم عن الموضوع ده وهرد بقوة، عشان أنا راجل زملكاوي وبحب نادي الزمالك وبحب كيان نادي الزمالك وبشجعه من وأنا صغير لحد الآن، لأن هو ده الكيان. معاه على الحلوة وعلى المرة بشجع نادي الزمالك. جاب بطولات ما جابش بطولات أفضل طول عمري وراه وسنظل أوفياء. هي دي بداية أي حد، سنظل أوفياء. يلا بينا على موضوع حلقتنا النهارده على طول. موضوع حلقتنا النهارده عن اتنين بيقدموا محتوى في السوشيال ميديا. الاتنين دول عاملين فيها زملكاويه وبيتكلموا على نادي الزمالك على طول، لكن هم في الاصل مش زملكاويه، وهم عمالين يمجدوا في النادي الاهلي وعمالين يكبروا في النادي الاهلي، وهو النادي الاهلي كبير مش محتاجكم انتوا تكبروا فيه لان ليه جماهير كبيره. فانتوا المحتوى بتاعكم ناجح عشان انتوا عاملين فيها ارجوزات وبتضحكوا جماهير النادي الاهلي وبتضحكوا جماهير العالم كلها عليكم، عاملين فيها ان انتوا زملكاويه، لكن انتوا في الاصل مش زملكاويه. على طول بيهينوا نادي الزمالك ويقلوا من كيان نادي الزمالك وبيقلوا من اي اداره تمسك الزمالك اذا كانت حلوه او وحشه، ودلوقتي بداوا يهينوا من جماهير نادي الزمالك. انا كزملكاوي مش هسكت لك. ليه؟ لان انا بشجع كيان، بشجع نادي الزمالك ده من وانا صغير. انا طلعت من صغري زملكاوي، من صغري زملكاوي، مش هقول بقى من صغري زملكاوي زي الاخت ايمان عاشور، لا يا باشا، انا من صغري زملكاوي. فانا بحب النادي وبشجعه وفي ظهر نادي الزمالك وسنظل اوفياء. فعلا سنظل اوفياء. ليه؟ لان انا بشجعه بالبطوله ومن غير بطوله. اذا كان النادي ياخد بطوله انا في ظهره، من غير بطوله برضه في ظهره، وهنفضل في ظهر نادي الزمالك. لكن الاثنين دول عاملين فيها زملكاويه، لكن هم في الاصل مش زملكاويه. ليه بقى مش زملكاويه؟ ان هم الاثنين مش رجاله. الراجل عمره ما يلبس طرحه زي ما انتم شايفين دلوقتي كده، مفيش رجاله بتلبس طرح، لا هم لبسوا طرح وعملوا فيها ان هم ايه كده، خلاص بيضحكوا الناس والناس بتضحك عليهم وقال ايه بيتريقوا على نادي الزمالك ولابسين طرح. مفيش راجل يا باشا. انا صعيدي وفي الصعيد عندنا ما ينفعش راجل يلبس طرحه. فانتوا لبستوا طرح ما تبقوش رجاله. وتاني حاجه زي ما احنا شايفين دلوقتي ماشيين حافين. انت راجل ماشي حافي وعامل فيها مجنون. انت بقى بتنتمي لنادي الزمالك ليه؟ وعمال تتلزق في نادي الزمالك ليه؟ عشان تضحك الناس عليك، عشان تلم متابعين، تلم مشاهدات، تقعدوا تنجحوا. انتوا كده ناجحين عشان عاملين فيها ارجوزات بس، لكن انتوا غير كده عمركم هتنجحوا ابدا. مش شايف لكم اي فايده في المحتوى بتاعكم، مش بتقدموا اخبار، مش بتقدموا اي حاجه جديده للناس تتفرج عليها، بل بالعكس انتوا بتضحكوا جماهير الاهلي بس، ما بتضحكوش اي حد. واي حد زملكاوي يشوفك بيقعد يغلط فيك ويقل منك. ليه؟ لان انت مش زملكاوي. وغير كده بعد ما مشوا حافين، واحد حلق دقنه والتاني حلق شعره. طب ايه انتوا احلقوا براحتكم، جايين تحلقوا قدام الناس ليه؟ براحتكم برضه، عاملين فيها مجانين مالناش فيه. المحتوى بتاعكم ناجح على كده برضه ما يخصنيش. تيجي بعد كده تقعد تخلع الفانلة قدام الناس وتبان عريان. طب انت ليه؟ هو ده منظر؟ ده محتوى بتقدمه؟ هو ده محتوى الكوره؟ ده مش محتوى كوره، ده محتوى ضحك. انت بتقدم حاجه كوميديا، بتقدم ضحك بس ما تجيبش سيره نادي الزمالك معاك ولا تجيب سيره جماهير نادي الزمالك. في الاخر خالص خلع فانلة نادي الزمالك ولبس فانلة الاهلي وقال لك انا ما اتشرفش ان انا اكون زملكاوي. يا باشا وانا كزملكاوي ما اتشرفش ان انت تكون زملكاوي، ولا اتشرف ان انت اصلا تنتمي لنادي الزمالك ولا تنتمي لجماهير نادي الزمالك. عشان كده خليك لابس فانلة الحمراء لايقه عليك انت واختك، انتوا الاثنين اخوات، لايقه عليكم يا حبايبي، خليكم لابسينها ومالكمش دعوه بنادي الزمالك، ومحدش يجيب سيره نادي الزمالك. احنا كزملكاويه بنشجع نادينا ومنتمين لينا، عشان كده احنا ما نحبش حد يغلط فينا، ولا انا حابب اغلط في حد ولا حد يغلط فيا. عشان كده هو ده كان موضوع حلقتي النهارده. انا حابب افكر كل اللي بيتابعني وكل اللي بيشاهدني، موضوع حلقتنا النهارده هو الناس اللي بيطلعوا بوش وهم اصلا بوش تاني، اللي هم بيتلونوا بوشين وبيكذبوا وبيحوروا وبيقول لك انا زملكاوي وهو يطلع اصلا بيشجع كيان تاني ما بيشجعش كيان الزمالك. عشان كده الموضوع ده انتشر كتير قوي في السوشيال ميديا. ناس كتير طالعين يتكلموا باسم نادي الزمالك ويتكلموا باسم جماهير نادي الزمالك، وهم في الاصل والله ما زملكاويه، وهم في الاصل بيشجعوا انتماءات ثانيه، بس هم بيجروا ورا المال، بيجروا ورا المشاهدات، بيجروا ورا المتابعين، بيجروا ان هم يضحكوا الجماهير، بيجروا ان هم بيعملوا حوارات عشان ياخدوا الترند، لكن هم في الاصل مش زملكاويه. هو ده كان موضوع حلقتنا النهارده. ويا ريت لو انت اول مره تتابعني او اول مره تتفرج عليا او اول مره تشاهد الفيديو ده، يا ريت ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب وفولو. وحابب قبل ما اختم حلقتي النهارده اقول ان نادي الزمالك
اكبر قلعه رياضيه في مصر، نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. وحابب اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، ومع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الزمالك يبقى زمالك، ما عندوش فلوس هو الزمالك، ما عندوش مسؤولين هو الزمالك، مشكلة مسؤولين وإدارة هو الزمالك. جمهوره لم يتخلى عليه يوما، لم يتركه أبدا في الصعوبات.